ياه، حلاوة البدايات. فيديو رقم 2 مع أهم الريد فلاجز أو النقاط المهمة اللي لما تلاقيها في بيئة العمل تاخد بالك منها قوي وتعرف إن مش صح إن أنت تكمل في الشغل ده. عارفين حلاوة البدايات صح؟ حلوة صح؟ جميلة قوي. في الفيديو ده معلش استحملني شوية، لسه مش هتكلم على الريد فلاجز، في نقطة مهمة كمان لازم أنبهك عليها قبل ما ننطلق في موضوع النقاط المهمة اللي تاخد بالك منها، وهي حلاوة البدايات زي ما بيقولوا. أرجوك لما تبتدي شغل بلاش فتحة الصدر الجامدة قوي اللي بندخل بيها في الشغل ده، وعلى طول المبدأ بتاعنا أصلا أنا عاوز أثبت نفسي. دي مقولة غلط. تثبت نفسك بالشغل اللي انت مكلف بيه، انما تثبت نفسك بان انت تيجي على نفسك، بان انت تاخد مهام مش بتاعتك، ان انت تبقى متطوع في كل حاجة، بان انت تروح تتعامل مع كل الناس وتحب كل الناس وتفشي اسرارك لكل الناس. دي ما اسمهاش عاوز اثبت نفسي، ده يعني سوري اسمها هبل، وفي الاخر هتاخد على دماغك. ليه بقى؟ لان للاسف بيئه الشغل بيعتبروا ان اللي انت بتعمله ده بحب او بتطوع او بنيه ان انت عاوز تثبت نفسك، هم بياخدوه حق مكتسب وبيبقى خلاص ده واجب عليك. ولما تبدا تحس ان انت منهك او خلاص طاقتك استنفذت وتبدا تتراجع لورا، هيتقال عليك ايه ده؟ انت اتغيرت، انت ما بقتش زي الاول. لا 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 لا، انا محتاجك ترجع زي الاول. وبالعكس ده بيكون اصلا الاول اللي لازم كنا نفضل فيه. فارجوك، دخلت بيئه عمل جديده، دخلت شغل، انت مش مطلوب منك ابدا ان انت تعمل اوفرلود على نفسك وتحمل نفسك فوق طاقتها. المطلوب منك ايه؟ مطلوب منك تلتزم في الحضور وفي التاسكات بتاعتك، المهام بتاعتك كلها، تتقي ربنا في شغلك. لو عندك وقت اضافي وفعلا في حد محتاج مساعده طبعا ساعد، ولكن بحدود. تمام؟ النقطه المهمه كمان قوي، اسمع كتير قبل ما تتكلم. لان انا واحده من الناس اللي كان الحماس بياخدني قوي، فعلى طول ايه، احنا ممكن نعمل كذا، احنا ممكن نعمل كذا، وبعدين بفاجئ ان اللي انا بقوله ده انا بتدبس فيه. خلاص اعملي ده. بعد فتره فوجئت ان انا يعني ايه ده، هو انا ده عقاب ليا مثلا عشان انا بقترح حاجات تطويريه فلازم انا اللي اعملها؟ وللاسف كان بيجي عليا بضغط نفسي رهيب جدا. فارجوك لو لقيت ان انت بيتم استغلالك في مهام كتير قوي، تاخد خطوتين 3 10 ورا كده وترجع لمقعد شغلك بسلام وامان. مش مطلوب منك ابدا ان انت تصاحب كل الناس في الشغل، ان كل الناس تبقى حبايبي، ان انا ابقى عارف كل حاجه، ان انا ابقى بعمل كل الحاجات دي. مش مطلوب منك ابدا كده. مطلوب منك اول كام شهر قاعد في مكانك بمنتهى الثبات، بمنتهى الحكمه، تشتغل شغلك مظبوط. انا عندي دايما عارفين المثل، يعني عندنا مثل مصري كده بيقول لك ايه، امشي عدل يحتار عدوك فيك. طول ما انت ماشي صح ابدا بفضل من ربنا عمر ما حد هيقدر يمسك عليك غلطه. خلي القاعده دي قدام عينيك. انا ماشي صح مش عشان الناس تسقف لي، ولا علشان اعمل ولا ازيد زياده سنويه، ولا عشان اترقى. انا ماشي صح عشان رب العالمين. انا ماشي صح علشان انا هيتم حسابي على الشغل اللي انا بشتغله ده. طول ما انت ماشي بالمبدأ ده تأكد ان لا يمكن حد من البشر يقف في طريقك ولا يوقعك في الغلط. وحتى لو حد اتبلى عليك بحاجة غلط، ربنا هينجيك. ليه؟ لان انت عملت حساب ربنا قبل اي حد. فمطلوب منك اول كام شهر في الشغل كده انك تسمع، تبص، تقرا الناس، وتاخد وضعك برستيجك كده وتعمل شغلك وبس. فيبقى تاني حاجة أنا بنصحك بيها، أرجوك بلاش فتحة الصدر الجامدة في الشغل. اعمل كل حاجة بعقل وبحكمة مش بتسرع.